جهة ثانية قالت لجان التنسيق إن مدينة المحسن بدير الزور تعرضت لقصف الجيش النظامي. للاطلاع على الأوضاع في مدينة المحسن بدير الزور الآن معنا حاج أبو بكر عضو اتحاد تنسيقيات الثورة. إذن ما الذي يحدث تحديدا في المحسن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة لأرواح شهدائنا الحرية والأحرار، ونطلب من الله الشفاء العاجل لجرحانا والحرية لمعتقلينا. سيدتي الكريمة، من زرت المحسن أمس، أما اليوم من زرت مدينة العشارة. قام طيران عصابات بشار صباح اليوم بطلعة جوية في سماء بلدة العشارة في ريف دير الزور، أطلق خلالها 4 صواريخ استهدفت مباشرة لأحد منازل الأهالي في البلدة إلى سقوط 5 شهداء و27 جريحا، وكذلك حلق الطيران الحربي فوق أجواء الريف عامة. واليوم التحق شهيدان إلى جنان الخلد من أهالي مدينة محسن من المصابين في مجزرة محسن أمس. أحد الشهيدين مسن يتجاوز عمره 70 عام. أما عن وضع دير الزور سيدتي الكريمة، بالنسبة للأحياء من الصباح الباكر الطيران الحربي الميج والمروحي يحلق في الجو، وتم قصف نزلة أبديسات في المدينة. وقبل 40 دقيقة من الآن الطيران استهدف بناء في حي العاجين، ولا نعلم حتى هذه اللحظة ما الذي حصل هناك. أما عن مدينة أبو كمال كذلك يا سيدتي، هناك قصف يومي من مطار الحمدان، وكذلك عاد سيناريو صباح هذا اليوم واستهدف حي الكتف ووسط المدينه وحي المساكن. اما بالنسبه للوضع الانساني سيدتي الكريمه في احياء دير الزور، وضع مزري بكل ما تعنيه الكلمه. مدينه محاصره من الاربع اتجاهات منذ 3 أشهر و11 يوما، وضع انساني صعب جدا. والان مشافي ميدانيه لا تملك من المشافي الميدانيه حتى 50%. يعني صدقا سيدتي اكثر الاوقات يسحبون الدماء بسرنجات لعدم وجود اكياس الدم. اما الريف وهي دير الزور على الفرات، الآن الأهالي بدأوا بحفر الآبار لنسد نقص المياه كون جميع المصاف في مياه الشرب على النهر أوقفها نظام الأسد، عقاب جماعي للأهالي سيدتي الكريمة. طيب، وكيف تأثير كل ذلك على محاولات الوتيرة التي يحاول بها الناس عبور الحدود إلى العراق؟ سيدتي الكريمة، دير الزور على امتداد 160 كيلومتر على نهر الفرات، أما الذين عبروا إلى دولة العراق المجاورة هم من أهالي البوكمال لا تبعد عنهم سوى 5 كيلومتر فقط. أما عن مدينة دير الزور يبعدون أكثر من 130 كيلومتر حدود العراق. نعم، شكرا لك حاج أبو بكر عضو اتحاد تنسيقيات الثورة، كان معنا من دير الزور.